النهارده بروح لأخويا جالية وأنا على الطريق أهوت. للأسف بنتي بتكلم عن الولاد دايما مجاني، وفعلا في حاجات اليوم تطور وحاجات كتيرة. ناس فينا فيها السحر وفيها الجمال، فيها ناس كويسة وفيها ناس بخيلة أوي، وفيها ناس عجيبة جدا، وفيها ناس مش عارفة تقول إحساس. ناس فعلا ناس بها إحساس. نشوف حالات فقيرة وحالات فقراء فين نشوف ناس أغنياء أوي كلهم انتوا فين عايزين يعملوا شو إعلان وخلاص. أنا من خلال البرنامج دعوة كل يحب بعض، كل يبقى في أمن في أمان. بنقسم الطريق اللي موصل للمعهد الكردود. قعدنا بالأسرة منها أكبر مركز على مستوى الجمهورية، أكبر من مدينة النصر، وأكبر من مراكز كتيرة فيها جامعات ومعاهد، إلا إن محدش يتحمس في يوم من الأيام وقال أعمل جامعة أو معهد. في حاجات كتيرة بتتقاس المفروض نشتغل عليها ونراعيها ونراعي ربنا فيها، لأن الناس أنا النهارده قعدت في البلد عشان أقبض مرتب، ويا ريت أقبض 220 جنيه، اتخصم مني 30 والقبض 250 جنيه. بس بقول نعمة الحمد لله والشكر لله. على ما جيت أجيب كوباية عصير بتاعت بجيب 25 جنيه. يعني الإنسان مرتب تردله الشهر تستنى المرتب يتصرف عليه. أنا عايزة الناس يبقى في تكافؤ، اللي يلاقوه ما بيشتغلش يلاقوه شغال، وكده يبقى زي ما عليه يتابع الرعية ويشوف إن ناقصه حاجة محتاج. عايزين ننزل الكلام ده الأيام دي بجد عشان